قطعت هنا الطماطم والبصل والثوم والجنزبيل تقطيع عادي، وتضيفوا عليه الفلفل حسب الرغبة. هنا الدجاج قطعناه كذا أوصال صغيرة. هنا بعد ما شوحنا كل البصل والثوم والجنزبيل نحط الدجاج المقطع ونشوح. بعد ما شوحنا الدجاج نضيف عليه الصوص الطماطم أو صلصة الطماطم. هنا بعد ما حمرت الصلصة نضيف عندنا البهارات، ملح وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وبهارات الكاري، البهارات يعني الهندية تضيفوها. هنا بعد ما كشنت زبطت الدجاج والبهارات وكل شيء، نحط عليها القشطة أو حليب الكوكونات أو كريمة الكوكونات اللي هي هذه مثلا، أي شركة عادي تفضلوها، بس صراحة نحب هذه مرة. ما شاء الله تبارك الله. صنوبر ولا أي مكسرات تحبوها، الجوز ولا هنا الكريم شويتين حسب الرغبة، كل واحدة ايش تحب تزين تضيف. بس ذوقوها بطريقتنا وإن شاء الله تعجبكم. مع الرز أو الشبات الهندي يمي مرة.